هو انت ضميرك مرتاح ولا رصيد الستر عندك خلص؟ اسمعني كويس، في جملة احنا بنقولها كتير ويمكن كمان بنضحك بيها على نفسنا. ضميرك مرتاح؟ الاخطر بقى من السؤال اللي انا سألته لك ده هو اللي انت هتسمعه دلوقتي. في ناس بتغلط ويقولوا مرتاحين، بس السؤال الحقيقي اللي انا عايز اسأله لك مش انت مرتاح ولا لا، هو ايه اللي خلاك اصلا تحس بالراحة رغم انك غلط؟ زمان كان في خط احمر، تغلط تتكسف، تغلط تتوتر، تغلط تعتذر، تغلط تخاف. دلوقتي بقى تغلط تبرر وكمان تشرح الغلط ده وتقنع نفسك انك صح وتقول لنفسك ان انا ضميري مرتاح. على فكرة في ناس كتير في حياتنا كده. خليني بس اقول لك الحقيقة، مش كل الراحة اللي انت مرتاحها صح. في راحة جاية من السلام الداخلي عندك، وفي راحة جاية من ان انت بقيت متبلد وبارد المشاعر. في علم النفس في آلية دفاع خطيرة جدا هي اسمها التبرير. يعني ايه بقى انك تعمل حاجة غلط بعدين عقلك ومخك يبتدي يخترع قصة وسيناريو معين؟ اكيد انت مش بتغلط، ومخك وعقلك ده يخليك تحس ان الحاجة اللي انت بتعملها دي مش غلط. تخيل معايا كده، لما تلاقي واحد بيظلم حد وتيجي تسأله عن السبب يقول لك هو اللي بدأ. مش بيتكلم في القضية نفسها، مش بيتكلم في الظلم نفسه، بيقول لك هو اللي بدأ. واحد للأسف يخون وتبريره أنا كنت محتاج اهتمام. واحد بقى ودي الأصعب يفضح حد ويقول علشان الناس تعرف حقيقته. انت مش بس هنا يا صديقي بتغلط، انت بتعيد صياغة الخطأ بغلط وبتسيب مدخل مهم وخطير جدا للشيطان في شكل قدام الناس وقدام نفسك ممكن يخليك بطل. ليه بقى العقل بيعمل المبررات دي وبيفضل يحطك في الزون ده او في الصندوق ده وانت تفضل تدافع عن نفسك باستمرار؟ علشان يحميك. عارف ليه بيحميك؟ عشان الانسان صعب جدا يشوف نفسه وحش، فالعقل بقى يعمل ايه؟ يغير القصة ويعمل لك سيناريو، وللأسف مش بيغير سلوكك انت. وهنا بقى يا صديقي يبدأ انهيار الضمير الحقيقي. كل مرة تبتدي تبرر الغلط ده الإحساس بالذنب يقل، كل مرة تقلل الخط الأحمر اللي اتكلمنا عليه يختفي تماما، لغاية ما توصل لمرحلة انك انت بتبقى شايف نفسك صح حتى لو كل اللي حواليك وكل حاجة بتقول ان انت غلط. تعال اقول لك بقى على الجزء الخطير جدا في الموضوع ده، ان بعد مرحلة اختفاء الضمير وان يبقى ضميرك مرتاح الستر بيختفي. زمان كان في حاجة اسمها استر على غيرك، استر عيوبه، استر مشاكله. لو شفت حد غلط بتنصحه، بتحميه، بتنصحه بينك وبينه. دلوقتي للأسف بقى الموضوع ترند شوية، تصور، تفضح، تنشر وتقول هو اللي بدأ وهو اللي عمل كده وهو اللي يستحق كده. لكن ما فكرتش يا صديقي ان ده ممكن يسيب ألم نفسي ازاي على الشخص ده اللي انت كان ممكن تنصحه بينك وبينه وتحل المشكلة. ليه بقى احنا بنحب نفضح غيرنا؟ وليه الناس والطبيعة البشرية بتحب الفضايح؟ عشان احيانا بتكون شايف في غيرك غلط شبهك بالظبط، فبدل ما تواجه نفسك تفضحه. واحيانا بيكون للاسف تعويض نقص، مادام قللت من غيرك ومادام فضحته يبقى انت كده اعلى واقوى واحسن. هتلاقي نفسك خدرت ضميرك وخدرت عقلك وخدرت كل اللي حواليك. لما الكل يغلط يبقى انا عادي. تخيل بقى على المشكله الكبيره اللي بتقابلنا الايام دي ويمكن اغلبنا شافها واغلبنا مر بيها. تخيل بقى واحد شاف فيديو لحد بيغلط فجأة قرر ينشره، الناس ضحكت وجاب مشاهدات عالية، هو اتبسط. بس هل في حد سأل هو ايه اللي حصل للإنسان اللي اتفضح ده؟ ممكن يكون اتكسر، اتفضح قدام أهله، حياته اتدمرت. ممكن يكون الفيديو اللي انتشر ده ما يستاهلش الخطأ الكبير اللي حصل، بس طبعا اللي نشر الفيديو ونشر الفضيحة أكيد ضميره مرتاح. صدقني يا صديقي، لما بتفضح غيرك انت مش بتكشفه، انت بتكشف نفسك الحقيقيه. هي بالظبط يا صديقي دايره، بتغلط تبرر، ضميرك يتبلد، تبقى شايف نفسك صح، تهاجم غيرك تفضحه، وبنلف للاسف في نفس الدايره. تعالى بقى اسالك سؤال قاسي شويه، انت اخر مره غلط وانت اخر مره بررت كمان غلطك ده كان ايه بقى السبب اللي اخترعته وقتها؟ في فرق بقى يا صديقي بين ان ربنا سبحانه وتعالى يسترك وفرق كبير بين انك انت تفضح غيرك، وفي فرق بين انك انت تغلط وانك انت تصر على الغلط ده. الستر من ربنا سبحانه وتعالى صديقي نعمة كبيرة، لما تضيعها من ايدك وتضيعها من غيرك بتخاطر بشكل كبير انها تضيع منك قدام ربنا. واخطر نقطة انك توصل لمرحلة الغلط العادي. الفضيحة للأسف بقت تسلية والضمير بيكون ساكت. هنا المشكلة يا صديقي مش في السلوك، المشكلة في قلبك انت. راقب بقى يا صديقي تبريراتك اللي انت بتقولها كل مرة، ترجع تسمي الغلط وتقول عليه ظروف، وده في حد ذاته اصلا غلط. استر على الناس شوية حتى لو تقدر تفضح، على فكرة دي قوة مش ضعف. واجه نفسك
واوعى تهرب منها، لان المشكله مش في افعالك بس، المشكله في احساسك. مش كل واحد ضميره مرتاح يبقى ضميره حي. اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تبرر الغلط ده وتسكت صوت جواك كان بيقولك انه ده غلط. والاخطر كمان انك بدل ما تستر تبقى سبب في فضيحه حد وانت لسه بتراجع نفسك وبتشوف تبريراتك وبترجع تسمع صوتك الحقيقي. افتكر يا صديقي انه لسه بدري، قلبك يرجع يحس.